my dear students and viewers. Welcome to this new episode. Today, inshallah, we are going to study Unit 8, Lessons 3 and 4. So let's start studying this unit titled Work Experience يعني خبرة العمل. أهلا بيكم أحبائي كل الطلاب. النهاردة إن شاء الله هندرس الوحدة الثامنة الجزء الثاني Work Experience خبرة العمل زي ما قلنا. تعالوا بينا يلا ندرس الفوكابيولاري ونشوف أول word معانا. Multinational. Multinational يعني إيه multinational؟ أصلا كلمة national يعني قومي أو داخل البلدة. طب لما أقول على الحاجة دي multinational يعني متعددة الجنسيات بننطقها برضو multinational ودي adjective. معناها إيه بقى؟ having factories, offices and businesses in many different countries. طيب for example لما أقول I'm currently looking for an internship at a multinational company. I'm currently أنا حاليا looking for ببحث عن an internship. أخذنا الكلمة دي قبل كده بمعنى فترة تدريب at a multinational company في شركة عالمية أو متعددة الجنسيات. يا ترى إيه الكلمة تاني؟ كلمة multinational. The next word is part-time. part-time احنا أخذنا كلمة شبهها وذكرنا الكلمة دي قبل كده في الجزء الأول. الكلمة اللي شبه دي full-time job يعني وظيفة بدوام كامل، وقلنا ان عكسها او الانتونيم بتاعها part-time job. يعني ايه part-time؟ part-time adjective صفة معناها لمدة قصيرة من الوقت، يعني مش طول الوقت، يعني مش لدوام كامل. طب انا لما اقول I'm looking for a part-time job انا ببحث عن وظيفة لمدة من الوقت، يعني مش بدوام كامل، بدوام جزئي. معناها in a job someone only does for some of the working week يعني وظيفة حد بيعملها لفترة بس من الأسبوع، مش كل أيام الأسبوع أو مش كل ساعات العمل. اسمها إيه الأدجكتيف دي؟ اسمها part time. part time. طب كان الأنتونيم بتاعها إيه؟ full time. full time. For example she has just got a part-time job. She has just got a part-time job. هي لسه حالا حاصلة على وظيفة بدوام جزئي. دي كانت part-time job. تعال نشوف الكلمة دي بقى permanent. permanent لما أقول على الحاجة إن هي permanent معناها lasts forever أو حاجة بتكون دايما للأبد. يعني إيه؟ lasting for a long time or forever يعني حاجة دائمة، شيء دائم، يعني مش حاجة temporary. temporary هي الانتونيم بتاع الورد دي. لما اقول permanent يعني للأبد أو دائم. For example the accident caused permanent injury. The accident caused permanent injury يعني الحادثة سببت جرح دائم أو مستديم. كانت ايه الورد؟ permanent. اوكي تعالوا نشوف الورد دي appropriate. appropriate لو قلت لكم دي adjective ومعناها بتساوي كلمة suitable أو convenient يبقى معناها إيه؟ ما نعرفش. طب لو قلت مثال وقلت مثلا please call me أو phone me in appropriate times لو سمحت اتصل بيا في أوقات إيه؟ مناسبة، يعني مش أوقات تكون أنا مش مستعدة لتلقي المكالمة فيها، أوقات متناسبة معايا. يبقى كلمة appropriate معناها متناسب وهي بتساوي suitable or right for a particular situation, person, etc. يعني حاجة متناسبة مع موقف أو شخص إلى آخره. الكلمة اللي مكتوبة جنبها دي appropriately. appropriately يعني بطريقة مناسبة ودي adverb. طب ليه كاتبينها؟ قلت لكم قبل كده مهم جدا جدا وانا بدرس الوردز ان انا ادرس الديريفاتيفز يعني المشتقات بتاعتها، لو في verb منها، لو في adverb، لو في adjective، لو في noun، علشان يبقى عندي enrichment يعني ثروة كده واثراء لللانجوج بتاعتي او الفوكابيولاري سكوب بتاعي. تمام؟ طيب for example kindly phone me in appropriate times. لسه قايلين المثال ده ومعناه لو سمحت من فضلك اتصل بيا في appropriate times يعني اوقات مناسبة. اوكي علشان ما تزعجنيش. for example تعالوا نشوف الصورة دي كده ونشوف الورد دي كده.
الطلاب هنا رافعين ايديهم raising hands. واضح ان التيتشر سألتهم اسئلة زيادة، حاجة follow up متابعة، حاجة additional activity او additional exercise علشان يعملوا practice زيادة، ممارسة زيادة او تمارين زيادة، بنسميها follow up. بنقول ايه؟ a further action، حاجة زيادة connected with something، بتكون مرتبطة بشيء that happened before، حصلت قبل كده. اوكي طيب follow up برضو هنقول عليها example يوضحها أكتر. Sometimes you need to ask your students follow-up questions as further practice. أحيانا ما بنحتاج إن احنا نسأل الطلاب بتوعنا أو التلاميذ بتوعنا أسئلة زيادة أو أسئلة متابعة إضافية follow-up علشان يكون كتدريب أكتر أو تدريب يعني حاجة زيادة متابعة كده على اللي هم إيه already عملوه. impression لما نقول الحاجة اللي احنا متعودين عليها، المثل كده اللي بنقوله دايما first impressions last أو first impressions last forever، الانطباعات الأولى تدوم. يبقى كلمة impression معناها ايه؟ انطباع. تمام؟ يبقى feelings, thoughts or opinion you have about someone or something، مشاعرك أو أفكارك أو رأيك تجاه شخص أو شيء بنسميه impression، انطباع. For example, as I just said, first impressions last. First impressions last يعني الانطباعات الأولى تدوم. نفتكر بقى الderivatives والexpressions اللي بتيجي معاها لما أقول impressed with. impressed with يعني منبهر بيه، وأخدنا قبل كده كلمة impressive. impressive يعني مبهر. وممكن أقول my impression on something، انطباعي عن الحاجة المعينة، تاخد ال preposition on. كل دي كلمات related لكلمة impression. اوكي طيب تعالوا نشوف الورد دي long term. long term دي adjective يعني ايه؟ يعني صفة. معناها ايه يا ترى؟ يعني حاجة on or for a long period of time، يعني طويلة المدى او على مدى طويل، بتاخد وقت طويل، بنسميها ايه؟ long term. طب عكسها ايه بقى؟ الانتونيم بتاعها ايه؟ لما اقول حاجه على مدى قصير مش طويل، مش for a long period of time، لا for a short period of time، يبقى اسمها ايه؟ اقول عليها short term. short term. For example, my long term goal is to have a successful career as a project manager. My long-term goal is to have a successful career as a project manager. الهدف طويل المدى الخاص بيا هو اني اجد او ان انا يكون عندي مهنة او وظيفة ناجحة كمدير مشروعات project manager. يا ترى الورد بتاعتي كانت ايه؟ long term، معناها ايه؟ طويل المدى. اوكي the next word finalist. finalist لما اقول على حد finalist يعني شخص او فريق بيصل الى النهايات في sport or game، يعني بيصل للنهايات في مسابقة competition او في sport في رياضة معينة، بنسميه ايه؟ finalist. finalist معناه ايه؟ someone who reaches the finals in a competition، حد بيصل للنهائيات في مسابقة. For example, the team hopes to be one of the finalists for this competition. الفريق بيتمنى ان هو يكون احد اللي بيوصلوا او الفرق اللي بتوصل للنهائيات for this competition يعني في هذه المسابقة. اوكي طب هو النهائيات نفسها اسمها ايه؟ final. the finals النهائيات. اوكي طب عندي كلمة تانية بقى اسمها start up. start up هتقولوا لي ما احنا عارفينها. start verb معناه يبدأ. اوكي هقول لكم هنا اسمها start up مش start بس. start يبدأ verb وبيساوي كلمة begin يعني يبدأ، بس هنا لما اقول على الكمباني المعينة ان هي start up company معناها ان هي company شركة صغيرة او small business يعني business صغير، تجارة صغيرة لسه بادئة، شركة مبتدئة اقول عليها start up company. تجارة لسه بادئة صغيرة مبتدئة يعني اقول عليها start up. يبقى start up هنا معناها ايه؟ a small business that has just been started. okay for example,
I have taken part in a competition with other students to create a small startup company. أنا لسه يا دوبك مشارك في مسابقة مع طلاب آخرين علشان ننشئ ستارت اب كومباني صغيرة، يعني شركة مبتدئة صغيرة. اسمها ايه الكومباوند ناون ده؟ up. Okay, moving on. team player. team player noun. هتقولوا لي احنا عارفينها، team يعني فريق وplayer يعني لاعب. هل ده معناه لاعب في فريق؟ طب برضه معناها ايه؟ معناها شخص بيلعب كويس قوي او بيأدي حلو خالص لما يبقى في team work، في عمل جماعي او في الفريق. someone who works well as a part of a team. someone who works well as part of a team. حد بيأدي حلو جدا لما يبقى جزء من ايه؟ من فريق. بيحب هو team work، العمل الجماعي. For example, I have very good communication and organizational skills, and I am a great team player. I'm very good communication. I have very good communication and organizational skills. يعني أنا عندي مهارات تواصل وتنظيم عالية جدا وجيدة جدا. And I am a great team player. وأنا مؤدي جيد أو لاعب فريق جيد جدا. team player يعني لاعب في فريق أو بيحب العمل الجماعي. profile. profile هتقولوا لي كلنا عندنا فيسبوك profiles، كلنا عندنا صفحات أو حسابات شخصية على الفيسبوك. طب البروفايل بتاعكم ده بيبقى مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليها important information about you، معلومات مهمة عنكم. زي ايه مثلا؟ مثلا الحياة الشخصية، الوظيفة. يبقى البروفايل دي noun ومعناه a short description that gives important details about a person, a group of people or a place. يعني وصف قصير بيدي تفاصيل هامة عن شخص أو مجموعة من الأشخاص أو مكان معين. For example, you can post your marital status on your Facebook profile. تقدر تنشر post يعني ينشر، marital status يعني الحالة الاجتماعية، يعني متزوج أو لا. okay on your Facebook profile على ملفك الشخصي في الفيسبوك. كانت ايه الورد دي؟ في profile. profile يعني ملف شخصي. اوكي. pandemic. pandemic noun معناه ايه؟ فاكرين الكوفيد 19؟ فاكرين فيروس كورونا؟ كان ايه؟ هل هو انتشر في كل انحاء العالم؟ لما يبقى وباء منتشر ومرض سريع الانتشار بالطريقه دي نسميه pandemic. pandemic ده noun معناه وباء. معناه برضو ايه in English؟ a widespread occurrence of an infection disease or infectious disease over a whole country or the whole world at a particular time. يعني حدوث منتشر جدا لinfectious disease يعني مرض معدي. infectious يعني معدي. over a whole country على مدى أو على مستوى دولة كاملة أو العالم كله في وقت معين، يعني at a particular time بنسميه ايه؟ pandemic. pandemic. For example, the impact of the pandemic caused loved ones to be separated and unable to meet in person. يعني أثر the impact يعني أثر الوباء خلى أو سبب يعني caused loved ones الأحبة to be separated يكونوا منفصلين بعاد عن بعض وغير قادرين على أن هم يتقابلوا in person يعني على الأرض أو في الواقع. أوكي، دي كانت إيه دي الورد بتاعتنا noun معناه أو اسمه pandemic ومعناه وباء. moving on. now for grammar. تعالوا بينا النهاردة ندرس الجرامر بتاعتنا. يا ترى ايه الجرامر اللي هندرسه النهاردة؟ احنا برضو مكملين الباسيف فورمز اللي درسناها في الفيرست بارت اوف ذيس يونت، واخدنا في الازمنة كلها ازاي احول الجملة من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول بنسميه passive forms. هفكركم بس بسنتنس واحدة وبعدين نكمل الستراكشرز بتاعتنا. لما اقول احمد drinks milk every day، احمد
بيشرب اللبن كل يوم. تمام. طب انا عايزه اقول اللبن بيشرب كل يوم، اقولها ازاي؟ milk is drunk every day by احمد. اوكي، عملت قاعدتي ازاي؟ القاعده العامه كانت ان انا بجيب verb to be في زمن الجمله، وبعدين اجيب ال past participle او التصريف الثالث من الفيرب الاساسي اللي عندي في السنتنس. اما عن الحرف الجر باي اللي معناه بواسطه او عن طريق، بجيب وراه الفاعل، سواء هو اسم احطه زي ما هو، او لو كان ضمير بحوله لضمير مفعول. زي مثلا لو كان هو الضمير هي هيبقى him، تبقى باي him for example. طب لو كان الفاعل احمد اقول باي احمد. طبعا دي خطوه اختياريه اللي هي باي زائد الفاعل القديم، احطها او ما احطهاش، هي اوبشنال. احنا اخدنا كتير جدا جدا امثله في التنسز المختلفه ازاي احول الباسيف والاكتف لباسيف المره اللي فاتت في حلقتنا للنص الاولاني من اليونت 8. النهارده هنكمل بقى الستراكشرز الاخرى، لان في حاجات كده مميزه جدا لازم نمارسها ونعرفها في الاكزامبلز. طب تعال نشوف ايه الستراكشرز اللي احنا هناخدها النهارده. في expressions containing the gerund، يعني في تعبيرات بيكون فيها كلمه اسمها gerund. يعني ايه gerund؟ يعني الفيرب بلس ing. يعني مثلا study الجيرند منها تبقى ايه؟ studying. طب انا لو لقيت studying في السنتنس احولها ازاي لمبني للمجهول؟ هنشوف الاكزامبل، ومن الاكزامبل او الجمله المثال نستشف القاعده بتاعتنا. بيقول لي I hate people deceiving me. I hate people، انا بكره الناس، deceiving me اللي بتخدعني. هتتحول لباسيف ازاي؟ انا عايزه اقول انا بكره اني اخدع، انه يتم خداعي. I hate being deceived. I hate being deceived، اكره ان يتم خداعي. جبنا being وبعدين التصريف الثالث من الفيرب اللي كان بالاي ان جي. الباست participle من deceive هو deceived لان هو regular verb. I hate being deceived. ايه تاني من الاكزامبلز ومن الاكسبريشنز بتاعتي؟ هناخد expressions بتحتوي على reflexive pronouns. يعني ايه reflexive pronoun اصلا؟ يعني reflexive pronoun لما اقول I انا تبقى myself يعني نفسي. طب لما اقول he تبقى himself نفسه. لما اقول they تبقى themselves انفسهم. هو ده المقصود بكلمة reflexive pronoun، الضمير الانعكاسي اللي هو معناه نفسه او نفسهم او نفسنا. تمام. ولها صيغة معينة لازم نكون مذاكرين الليستة بتاعت reflexive pronouns. طب هنشوف السنتنس اللي فيها reflexive pronoun ونشوف اتحولت ازاي لباسيف، وبعدين نستشف القاعدة من الاكزامبل. He let people deceive him. هو خلى او سمح للناس بان هم يخدعوه. هتبقى في الباسيف he let himself be deceived. He let himself be deceived. عملنا هنا ايه؟ جبنا السبجكت اللي هو he، وبعدين جبنا الفيرب اصلا اللي موجود في الجمله let، وبعدين جبنا reflexive pronoun himself، وبعدين جبنا verb to be في المصدر زي ما هو be كده، وبعدين التصريف الثالث من الفيرب الرئيسي اللي كان في الجمله كان الفيرب deceive اصبح deceived، علشان السنتنس تبقى he let himself be deceived يعني سمح لنفسه انه يتم خداعه. تمام. طيب بعد كده هناخد ايه في الاذر structures اللي موجوده؟ هنشوف الستراكشر دي ونشوف عليها ايه مثال. بيقول لي ممكن اجيب الضمير it وبعدين verb to be is او was يعني بيكون او كان، وبعدين استخدم verbs زي said او believed او known يعني يقال او قيل، يعتقد او اعتقد ان، يعرف او عرف ان. دي صيغ مبني للمجهول دايما بنشوفها في السنتنسز. وبعدين اجيب that يعني ان، ده رابط بيجيب جمله جديده بقى بعدها خالص. طب احنا ده قاعده كده مش عارفين النظري ده، احنا عايزين حاجه عملي كده، عايزين example. بيقول لي people say that احمد is honest. الناس بتقول ان احمد بيكون امين. طب انا عايزه اقول بيقال ان احمد بيكون امين، اقولها ازاي؟ it's said that احمد is honest. بيقال ان احمد بيكون امين. it's said that احمد is honest. Other examples. People say that Ahmed is honest. This is the same sentence. Ahmed is said to be honest. تعال نشوف example تاني.
wolves are believed to have been hunted in Sinai. الذئاب بيعتقد ان هي تكون تم صيدها في سيناء. طبعا دي جملة جاهزة اهيت فيها are believed. are believed verb to be في المضارع اهو. are هنا جمع علشان wolves كلمة جمع plural فيها اس، وبعدين اخدنا ال past participle من verb believe يعني يعتقد او يصدق. هنا معناها ايه؟ الولفز الذئاب بيعتقد ان هي تم اصطيادها في سيناء. Another example. The thief is said to have stolen the car. يعني بيقال ان اللص سرق السيارة. فين الصيغة المجهول بتاعتي هنا؟ is said. عملتها ازاي؟ جبت verb to be is. ليه مش are ولا was ولا were؟ الجملة في المضارع تبقى يا are يا is يا am. طب the thief مفرد ولا جمع ولا ايه بالظبط؟ ده مفرد ياخد is. طب said الصيغة من say يعني يقول، هتبقى يقال is said. اوكي moving on. تعالوا ناخد البراكتس كده على القاعدة دي. choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. After the death of her husband, the poor woman was thought space يعني مكان فارغ from amnesia. بعد وفاة زوجها السيدة البائسة. كلمة poor هنا مش معناها فقيرة، هي معناها بائسة وحزينة وحالها يرثى. اوكي the poor woman was thought اعتقد ان الست الغلبانة دي مش عارفين ايه كده from amnesia من فقدان ذاكرة مؤقت. كلمة amnesia يعني فقدان ذاكرة مؤقت. يا ترى to have suffered عانت is suffered في المبني للمجهول بالطريقة دي. suffer يعني يعاني ولا to be suffered؟ ها think a little bit. احنا عايزين نقول ان هي اعتقد ان هي عانت. جملة عادية جدا في الاكتف مش في الباسيف ولا حاجة. الباسيف قدام هنا في was thought، انما تكملتها عادي جدا have suffered. طب ليه في المضارع التام؟ لانه بيشير للماضي. تمام moving on. the next sentence الجملة اللي بعد كده doctors space to do their best in case of emergency. الدكاترة يا ترى ايه؟ انهم يبذلوا قصارى جهدهم في حالة الطوارئ. have asked هم اللي طلبوا ولا asked طلبوا. are asked بيطلب منهم. are asking بيطلبوا في المستمر. يا ترى ايه؟ احنا بنقوله الدكاترة بيطلب منهم دايما ان هم يبذلوا قصارى جهدهم في حالة الطوارئ. تبقى are asked. excellent. moving on. الجملة بتقول according to the medical report she يا ترى ايه؟ to have suffered from amnesia. شايفين الجملة دي شبيهة بجملة أخدناها ونفس كلمة amnesia يعني فقدان ذاكرة مؤقت. طب بيقول طبقا للتقرير الطبي هي ايه عانت من فقدان ذاكرة ولا بيعتقد عنها is believing. هي بتعتقد believes في المضارع البسيط. يا ترى نختار ايه؟ she is believed. الناس بتعتقد ان هي كذا كذا، يعني هي بيعتقد فيها ان هي عانت من amnesia يعني فقدان ذاكرة مؤقت. moving on. the next sentence the director suggested that the play يا ترى ايه؟ because the leading actor is ill. المخرج اقترح ان المسرحية يحصل فيها ايه؟ لان الممثل الرئيسي في المسرحية دي بيكون مريض. يا ترى have cancelled يعني ألغى ولا be cancelled يعني تم إلغاؤه أو ألغي؟ cancel يعني يلغي ولا being cancelled بيتم إلغائها في المستمر؟ ها انتوا ايه رأيكم؟ excellent. be cancelled. في ملحوظة هنا في السنتنس دي ودي من الجمل الشائكة جدا جدا اللي بتيجي في الامتحان. صيغة suggest that يعني يقترح أن. لما بيجي وراها جملة كاملة لازم يكون الفيرب بعد السبجكت في صيغة المصدر أو الحالة المصدرية أو الصيغة الأولانية خالص اللي بدون أي إضافات. يعني البيس فورم of the verb الفعل أصله أو المصدر بتاعه. زي هنا verb to be. verb to be
يعني يقول لي he suggested that the play be cancelled. He suggested that we watch the movie. He suggested that he watch the movie. هتقولي لي he watch ازاي؟ ده المفروض he watches، احط اس عشان هي، اقول لكم لا. suggest that بتلغي اي تغييرات في الجملة اللي بعديها، في الفيرب بيجي في المصدر بتاعه. دي ملحوظة مهمة جدا جدا جدا. moving on. He said to space يعني مكان فاضي 5 opponents last year. هو بيقال ان هو يا ترى ايه في 5 من المنافسين بتوعه السنة اللي فاتت، يا ترى has beaten، have beaten، beats or beating. عايزين نقول معنى ان هو بيعتقد او بيقال ان هو هزم. هزم مين يا ترى؟ طب انا عايزه اقول هزم في الماضي، اقولها ازاي؟ excellent. have beaten. have beaten يعني لقد هزم، جايبه have والتصريف الثالث علشان اشير للماضي ان ده حصل في الماضي. امال فين الباسيف؟ الباسيف في الصيغه نفسها قدام he is said. اوكي طيب moving on. نشوف السنتنس دي كده. It space that people have lived here for centuries. أنا عايزة أقول بيعرف إن الناس عاشوا هنا لمدة قرون. يا ترى known عارفة، is known يعرف، know يعرف، ولا had known كان قد عرف؟ انتوا ايه رأيكم؟ عايزين مبني للمجهول؟ برافو عليكم، يبقى is known. Well, thank you everyone. This is the end of our episode today. It's a great pleasure having all of you. I hope you find it beneficial and fun. Till I see you again. It's not goodbye. Take care.